مباشرة غنمشيو لفقرة حديث الصباح. وفي إطار تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية والاقتصادية وتنفيذا لأهداف التنمية المستدامة، كتنضم المؤسسة المتوسطية للشباب والديمقراطية برئاسة ضيفنا الكريم سي محسن النعيمي دورة تكوينية حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المقاولات الناشئة بالنسبة للشباب الطموح بمدينة طنجة والنواحي والناس اللي عندهم رغبة بطبيعة الحال في الحضور. وما نساوش كذلك دائما كيتكلموا على البرلمان المغربي والمقاولات الشبابية بين التحديات والفرص في السياسات العمومية. هذه اللقاءات اللي كتفتح النقاش بين الشباب وبين صناع القرار كذلك حول السبل الكفيلة بدعم المقاولات الشبابية في بيئة كتشهد تحولات رقمية متسارعة وكتسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي كرافعة لتحديث الاقتصاد المحلي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. ونقول صباح الخير للسي محسن النعيمي، أهلا وسهلا بك معنا سي محسن. صباح النور الأستاذة. نعم صباح النور الأستاذة هدى، صباح النور لكل المستمعين والمستمعات ديال الإذاعة الوطنية. شكرا لك سي محسن النعيمي، وكنكونوا فرحانين نسمعوا الصوت ديالك من خلال فقراتنا. دائما الطاقة الإيجابية اللي كتمدنا بها وكتمد بها الشباب والمستمعين ديالنا. اليوم غادي نتكلموا على السياسات العمومية الحالية الموجهة لدعم المقاولات الشبابية، وشنو هي العراقيل اللي كيواجهوها الشباب في ولوج عالم ريادة الأعمال خاصة. نعم، شكرا مرة أخرى أستاذة هدى، وأنا كذلك كنكون دائما سعيد باش نكون معكم دائما على أمواج الإذاعة الوطنية، اللي هي دائما كنقول بأن هي مدرسة الشباب المغربي. فعلا هذا الموضوع دائما الموضوع الاقتصادي كيكون يعني في صلب الاهتمامات ديال المؤسسة المتوسطية للشباب الديمقراطية، وبالتالي ففي إطار هذه الدينامية الكبيرة اللي كيقودها صاحب الجلالة حفظه الله، كذلك المملكة مقبلة على تنظيم تظاهرات كبرى، وبالتالي فهي فرصة مهمة للشباب المغربي أنه يمشي في هذا المجال ديال الاستثمار في المجال الاقتصادي، كذلك انفتاح والاستفادة من كل الفرص الحقيقية اللي كيقدمها كذلك المجال ديال الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال، خاصة في هذا المجال ديال الابتكار، في هذا المجال ديال المقاولة. وبالتالي ففكرنا يعني ننظموا هذا اللقاء اللي غيكون ان شاء الله يوم الجمعه في مدينه طنجه. الهدف دائما هو تحفيز الشباب على المقاوله، ما يبقاش الشباب يعني متخوف من المجال ديال الاستثمار في المقاوله، بالعكس هي فرصه مهمه نحو التقدم ونحو كذلك ابراز كل الطاقات الشبابيه في هذا المجال. وعندنا مجموعه من التجارب ديال الشباب المغربي ليس فقط ناجح على مستوى تدبير المقاولات ديالو في المغرب، ولكن على المستوى الافريقي الان مجموعه من الشباب عندهم مقاولات ناجحه يعني كيشتغلوا في داخل افريقيا وكذلك على المستوى الدولي. وبالتالي فبغينا نعطيو حتى المقاولين الشباب ان المجال ديال الذكاء الاصطناعي اللي هو الان واحد الموضوع ديال يعني فارض راسو على المستوى العالمي، يعني شفنا حتى البرلمانات الان في مختلف الدول ديال العالم عندها لجان متخصصه في هذا المجال. نفس الشيء بالنسبه للبرلمان المغربي، مجلس النواب اللي عنده واحد اللجنه اطلاعيه خاصه في هذا المجال ديال الذكاء الاصطناعي. اذا الموضوع فارض ذاته، وبالتالي ما بغينا المؤسسه اننا نفتحوا على هذا المجال، وغتكون فرصه يعني امام مجموعه من المكونين الدوليين، كذلك تاطير الخبير الدولي عماد اليوسفي اللي هو من الخبراء الشباب اللي هو مهندس كبير على المستوى الاعلاميات واللي عنده يعني دراسات كبيره في هذا المجال. بغينا يعني هذا الشباب يعني يستافد وكذلك يشوف الفرص المتاحه ان شاء الله بحول الله. الا بغينا نتكلموا على البرامج او برامج الدعم او تمويل المشاريع مبتكره اللي كتستخدم بالنسبه للذكاء الاصطناعي في بلادنا، واش كتشوف انها كاينه واحد البرامج دعم كافيه او انتم كتبذلوا مجهود باش يكونوا هاد البرامج سي محسن؟ نعم، وبالنسبه لهذا المجال الذكاء الاصطناعي كيف ما كنعرفوا هو مجال جديد يعني باقي جديد بزاف ديال خاصه حنا كنركزوا على المقاولين الشباب. يعني بين ابرز المحاور اللي كنخدموا عليها داخل المؤسسه هو ان بزاف ديال المقاولين الشباب مازال ما عارفينش يعني كل التفاصيل او لا شنو هي المزايا ديال هذا الاستخدام ديال هذا الذكاء الاصطناعي اللي بغينا ولا كرهنا فهو المستقبل ديال العالم. وبالتالي فكاين تحديات كبيره ان مجموعه من المهن ما عتبقاش كاينه في يعني في المستقبل، مجموعه من المهن الجديده اللي عتخرج عن طريق الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي فيه ايجابيات وكذلك فيه
مجموعه من التحديات. وبالتالي فمن خلال هذا اللقاء بغينا نعطيو يعني الذكاء الاصطناعي في المغرب فين وصل. كذلك بعض الجامعات الان بدات كتدرس بعض المواد يعني المتعلقه. كذلك غتكون عندنا فرصه اننا نسائلوا اللجنه الاستطلاعيه في مجلس النواب. كذلك الان كتعمل مجموعه من اللقاءات داخليه تاع المستوى التشريعي، لان خصنا كذلك نترافعوا في المجال التشريعي على طريقه استخدام هذا المجال باش يكون ايجابي. والهدف هو مناخ الاعمال يعني هو اللي يستافد، والشباب كذلك يعني يمشي في هذا المجال، لان بغينا ولا كرهنا لان هذه تحديات رقميه خصنا نتاقلموا معها بشكل سريع. نعم ان شاء الله بحول الله. تبارك الله عليكم وعلى المجهودات اللي كتبذلها المؤسسه ديالكم من اجل الشباب وباش يزيد الشباب ديالنا القدام. شكرا لك سي محسن النعيمي. وهذه دعوه الناس اللي قرابين لكم المدينه طنجه بان هذه الدوره غادي التكوينيه غادي تكون في احد الفنادق بالمدينه، والدعوه عامه. نعم. سي محسن النعيمي هذا الدعوه نعم. ان شاء الله. نعم. نعم كذلك فقط استاذ هدى يعني الاصدقاء والشباب طبعا اللي باغيين يحضروا هذه التظاهره فيمكن لهم يدخلوا للصفحه الرسميه ديال المؤسسه المتوسطيه للشباب الديمقراطيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كاين كل التفاصيل فيما يخص هذه فقط محطه اولى في انتظار باقي المحطات ان شاء الله. ونبغي نشير كذلك بانه كاين واحد الرقم راه اشاره المستمعين والمواطنين والفئه اللي عندهم رغبه في التواصل معكم، رقم عبر الواتساب 06 35 24 93 71. الناس اللي بغاو يريزيرفيو واحد او يحجزوا واحد المكان وباش يكونوا حاضرين معكم في هذه التظاهره هذه. تبارك الله عليكم سي محسن النعيمي، شكرا لك على المشاركه ديالك معنا. واذكر بانكم رئيس المؤسسه المتوسطيه للشباب والديمقراطيه واللي كنتمنوا لهم التوفيق والاستمراريه.